جماعة في ست بتسمم الكلاب وبتهاجم البشر. كبير. طيب الست دي كانت مبيتة نية تسميم الكلاب، وكانت كاتبة في الجروب بين سكان كومباوند دجلة بالمز ان هي نازلة تسمم الكلاب، واللي يعرف يعمل معاها حاجة يعملها وكلام شبه كده يعني. دي رجول فراخ اهي، السم الازرق اللي هو اللي احنا عارفينه، وفي جثتين كلاب مرميين موجودين. زي ما انتم شايفين ابطال دجلة نزلوا لها ووقفوا لها، والست راحت مصوتة عشان تتبلى عليهم، بس هم كانوا مصورين كل حاجة وبينوا ان هي بتتبلى عليهم من غير اصلا ما هم يلمسوها. ركنت عربيتها ونزلت تمشي في الشارع اهي. ركنت عربيتها. صوروا يا جماعه، حد يصور، طلعوا فيديوهات تصوروا عشان تتبلى علينا. الناس ما شاء الله عليهم اخدوا كل الاجراءات عشان الشرطه تيجي وتحقق في الموضوع. المشكله الكبيره ان هي استخدمت سم خطير جدا، ما ينفعش باي شكل من الاشكال انه يكون مرمي على الارض كده. نفترض ان في طفل مثلا بيلعب بالكره بتاعته والكره راحت ناحيه السم، راح الواد خدها وكمل لعب وبعد كده حط صباعه في بقه او في عينه. ومن غير ما نفترض، هو فعلا كان في واحد بطل من الابطال اللي كانت بتحاول تلم الاكل المسموم قبل ما الكلاب تاكل، وهو بيلم الاكل المسموم ده في ضوفر من رجل فرخه مسممه عوره، والراجل سخن وتعب وراح المستشفى فورا. فان شاء الله الست دي تاخد جزاها على اللي هي عملته ده. وفي شويه كلام هكتبه كده فوق الفيديو ابقوا شوفوه عشان خاطر مهم برضه لسكان بقى دجله وللناس كلها. انت بتسمي الكلاب اساسا؟ انت اللي حاطه السم ده، انت اللي حاطه الرجول دي. خدي تعالي بس، تعالي تعالي سينيا 6 1 2 2.